كتير من اللاعبين اللي تعرضوا للعنصرية والتنمر في الملاعب العالمية. بعض الجماهير ما اكتفتش كمان بالهتافات، كانوا بيرموا عليهم موز وبيقلدوا صوت القرود. برغم كل الحملات في الدوريات العالمية للحد من ظاهرة التنمر والعنصرية، إلا إن بعض اللاعبين بيتعرضوا للعنصرية داخل الملاعب. أولهم ماريو بالوتيلي. تعرض بالوتيلي للعنصرية من جماهير إيطاليا، وفي إنجلترا لما كان لاعب في السيتي، وفي فرنسا لما كمان لعب في نيس. اتعرض للهتافات العنصرية من الجماهير، وحتى وهو في منتخب إيطاليا مسلمش من الهتافات العنصرية، وعانى كتير جدا في كل الدوريات اللي لعب فيها، برغم إنه مهاجم من طراز فريد ويتمتع بموهبة وقوة بدنية عالية، وإضافة لأي فريق إن هو طبعا بيلعب فيه. باتريس إفرا اتعرض لواقعة غريبة شوية. الواقعة دي كانت في مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، وزي أي مباراة بتبدأ بسلام الفريقين على بعض، لكن اللي حصل من سواريز لاعب ليفربول اللي رفض إنه يسلم على إفرا وكمل سلام ولا كأنه شايفه. الموقف اللي خلى إفرا يغضب جدا، وكل زمايله في الفريق رفضوا إن هم يسلموا على سواريز تضامنا مع زميله في واقعة ملهاش أي علاقة بالروح الرياضية. نيجي بقى لفينيسيوس جونيور. طبعا كل الصفحات والسوشيال ميديا مقلوبة بسبب الهتافات العنصرية اللي تعرض ليها فينيسيوس، وطبعا كل الدعم من زمايله في الفريق واللي كان ليهم رد فعل قوي لدعم حالته النفسية، لأنه لاعب مهم جدا في الفريق، وخصوصا إن لسه سنه صغير وموهبة قدر يثبت نفسه ويكون لاعب مهم في الفريق، واللي خلى كمان رئيس النادي ريال مدريد يقعد معاه لدعمه نفسيا. وكمان زمايله في الفريق لبسوا تيشيرت رقم 20 وهم داخلين أرض الملعب في رسالة مهمة جدا، إنهم بيقولوا إن كلهم فينيسيوس جونيور، ومفيش فرق ولا عنصرية في كرة القدم، واللي قايمة على الروح الرياضية ونبذ العنف والكراهية.